حاول تكون معايا في الحوار عشان تفهم. انا تمام. هسألك وانت هترد عليا ان شاء الله. علشان نتكلم عن الموضوع لازم نفهم اصلا دور السكر في جسمك. انت جسمك محتاج السكر ليه في جسمك؟ يعني ايه فايدة السكر في الجسم؟ عشان يطلع طاقة. تمام، يعني انت محتاج السكر علشان تعمل له جلايكولايسيس، تحلله فيطلع لك اي تي بي اللي هي عملة الطاقة. بيطلع معاه شوية حاجات تانية زي البيروفيت واللاكتيك اسيد، ويدخل في كريبس سايكل اللي احنا درسناها قبل كده علشان ينتج اي تي بي اللي هي الطاقة. فجسمي محتاج سكر عشان طاقة. طب افترض ان انت جسمك مفيش فيه سكر، مش لاقي سكر، انت صايم فترة طويلة، فترة الصيام زي رمضان كده مثلا، جسمك هيعمل ايه؟ بروح يجيب من المخزن الكبد. تمام، يعني انت جسمك في وقت ما بتاكل سكر بيستهلك اللي هو عايزه، والباقي بيخزنه في الكبد، بيعمله في صوره جلايكوجين. طيب انا ما عنديش سكر زي ما انت قلت كده، هيروح على المخزن اللي هو الليفر الكبد يعمل له ايه؟ جلايكوجينولايسيس. المصطلحات دي مهمه جدا نبقى عارفين. عمل جلايكوجينولايسيس فحلل لي الجلايكوجين وطلع لي الجلوكوز. بعد ما يطلع الجلوكوز تدخل في نفس الدورات دي علشان تنتج الاي تي بي. جميل. طيب انا برضو جسمي لا لاقي جلوكوز، ما باكلش، صايم في مجاعه في رجيم قاسي ودي مشكله هنتكلم عنها، ومش لاقي جلوكوز، وبرضه مش لاقي جلايكوجين في الليفر، مش لاقي حاجه يحللها، هيموت. هيحصل ايه مشكله؟ لازم يلاقي بديل ربنا خلقه لك. هيعمل ايه مثلا؟ اما ده بقى اللي عاوزين نعرفه. ده اللي انتوا عايزين تعرفوه.